كلنا بنتعاطف مع المجني عليه وبنكره الجاني قوي. دايما بنشوفه مذنب ومجرم ويستحق العقاب، لكن محدش بيفكر بطريقة مختلفة. محدش بيشوف الجانب الخفي، وزي أي جريمة بتحصل بنحكم في القضية من بره، لكن ما بنحاولش نعرف مين السبب في اللي حصل ده كله. والحقيقة أحيانا بيبقى الجاني هو المجني عليه. اسمي صالح منصور عبد الحفيظ، طالب في كلية تجارة. أبويا نجار وعنده ورشة نجارة قريبة من بيتنا، البيت اللي أبويا ورثه من جدي الله يرحمه. وبصراحة أبويا ما كانش مثال للأب الحنين الطيب اللي بياخد ابنه في حضنه ويشيل همومه والكلام الحلو ده، لكن للأسف أبويا كان أبشع أب شفته في حياتي. وأكيد أنا مش مبسوط وأنا بقول الكلام ده، لكن هي دي الحقيقة. أبويا كان قاسي قوي في معاملته معايا، حاول كتير إن هو يطلعني من المدرسة واشتغل معاه في الورشة، لكن أمي وقفت قصاده وقالت له: لا، إلا علام ابني ومستقبله، أنا ابني لازم يكمل تعليمه لحد ما يتخرج من الجامعة. كانت ست طيبة، لكن انت عارف القاعدة الذهبية بتاعت الدنيا الحلوة ما بتكملش على خير، ما بيكملش فيها اي حاجة حلو. زي ما بيقولوا كده، نجح في الاختبار بدري فملوش لازمة ان هو يكمل معانا. لكن ابويا كان بيتخانق معاها واحيانا كان بيضربها، لكن هي كانت بتستحمل وتعاند معاه علشاني. وبالمناسبة دي خلوني اكلمكم عن امي شوية. الست الطيبة الحمولة اسمها سناء، ياما صبرت واستحملت قسوة ابويا واهانته ليا وضربه فيها كمان، وانا ما كانش بيعجبني استسلامها ليه بالشكل ده. كنت بشوف خوفها منه في عينيها، ولما كان بيزيد في شره ويجي يضربها كنت بحاول ادافع عنها، لكن للاسف انا كمان كنت باخد نصيبي من الضرب والاهانة. ولما كنت بسأل امي: انت ايه اللي مخليكي صبر على الراجل ده وجبروته؟ كانت ترد عليا وتقول لي: اعمل ايه بس يا ابني، اهو نصيبي كده. ابوك كان صبي عند ابويا في ورشته، اصل ابويا كان نجار كبير قوي، ومش عارفه ازاي كسب قلب ابويا وبقى دراعه اليمين كمان. واتفاجئت ان هو كمان طلب ايديا منه، وابويا وافق، لكن انا ما كنتش موافقه يا ابني. كنت حاسه ان مش هو ده الراجل اللي انا عايز اعيش معاه، لكن ابويا بقى ما كانش عنده تفاهم. ومادام هو موافق يبقى محدش يقدر يعارضه في اي قرار ياخده. كلمته كانت واحده وما بيغيرهاش. الابهات زمان يا ابني كانوا غير دلوقتي خالص، صعب تكسر ليهم اي كلمه، صعب من اساسه ان انت تتفاهم معاهم. نفذ يا باشا يبقى حاضر يا باشا، وبس كده. واتجوزت ابوك، وبعد كام شهر بدأت طباعاته تبان، عصبيه وشتيمه وبهدله. كنت بستحمل في الاول واقول لنفسي ساعة شيطان وعدت، لكن في يوم اتنرفز عليا عشان عملت له سبانخ، اصل هو ما بيحبهاش، وانا وقتها ما كنتش اعرف ان هو ما بياكلش السبانخ، وكانت ليله سود على دماغي يا ابني. فضل يزعق ويتخانق معايا، وانا وقتها ما قدرتش استحمل اكتر من كده، ورديت عليه وقلت له: ومالها يعني السبانخ، ما كل الناس بتحبها. لكن بقى هو مسكتليش ورفع ايده ونزل فيا ضرب. خدت يوميها منه يا ابني علقة موت تقولش بيضرب في حرامي، وكانت دي اول مرة يضربني فيها. ولما خدت بعضي وغضبت عند ابويا ما نصفنيش. اول بس ما اشتكيت وقلت له ان انا مش راجع البيت ومش هعيش مع منصور تاني، ابويا وقتها زعق لي ورزع لي قلم على وشي، وابويا قال لي: احنا ما عندناش بنات تغضب وتسيب بيتها، احفظي طبع جوزك وعيشي، واوعي في يوم تزعليه، ده جوزك وظهرك واللي انت دلوقتي بقيتي عايشة في حماه.
قومي يلا روحي له وروحي على بيت جوزك واستسمحيه وبوسي على دماغه وعيشي. قلت لابويا اعيش ازاي يعني؟ زي البهايم؟ انا مش بهيمه يابا، انا ست وليا كرامه. ولا انت ما صدقت ان انت خلصت مني؟ انت القلم اللي نزلت بيه على وشي ده المفروض تنزل بيه على وشه هو. انت اللي المفروض تكون حمايه ليه في الدنيا دي، مش هو. عارف ايه بقى اللي حصل يا ابني بعد ما قلت له كده؟ هو انا مش قلت لك ان هو نزل على وشي بالقلم قبل كده؟ لا بقى جدد معلوماتك، ده نزل بالتاني والتالت والرابع، ومسك الشومة ونزل بيها على دماغي، والدم بقى يشلب منها. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ رحت المستشفى، وبعد ما وقفوا النزيف رجعت بيت منصور وانا مكسورة، وحاسة ان انا ماليش اي حد ياخد حقي منه ولا يدافع عني. وسمعت كلام ابويا وعشت واستحملت وصبرت. ولما جيت انت يا ابني في الدنيا دي وعيني شافتك، حسيت ان ربنا بيعوضني الاذى اللي انا شفته في حياتي مع ابوك، ونسيت كل حاجة وبقيت انت كل حاجة. مش مهم انا اتضرب ولا اتشتم ولا اتقتل حتى، المهم انت تبقى كويس وتكمل علامك. انت كل حاجة، انت كل حاجة طلعت بيها في الدنيا دي. عارف ليه؟ لان بشوف نفسي فيك، بشوف طموحاتي واحلامي وحبي وكرهي، بشوفك فيا وبشوفني فيك. وقتها حضنت امي قوي، فرحت بيها وزعلت علشانها. ربنا يقدرني يا امي واقدر اسدلك ربع اللي انت عملتيه علشاني ده. يا ريت ابويا يفهم ويحس بيها. وانا وامي فضلنا مستحملين طبع ابويا اللي مفيش في الدنيا اصعب منه، وكان كل املي انا وامي ان انا اتخرج واشتغل واقدر اعتمد على نفسي. وعادت السنين والحمد لله اتخرجت من الكلية. انا فاكر يوميها كويس لما خرجت من الجامعة وانا فرحان والدنيا مش سايعاني، ومستني اللحظة اللي هروح فيها البيت وافرحهم كلهم بنجاحي. جريت يوميها على ابويا في الورشة وقلت له ان انا نجحت بامتياز كمان. وقتها ابويا بصلي ببرود كده وقال لي: لا والله، بقى انت نجحت في الجامعة؟ وماله يا سيدي، مبروك. بس تقدر تقولي بقى هتعمل ايه بالشهادة بتاعتك دي؟ هتتبخر بيها ولا هتعملها قرطاس لب بروح امك؟ انا لو مكانك ابرمها والفها كده وعلقها في النجفة يمكن تنور. قلت له: انا هشتغل يا بابا واحقق ذاتي كمان. ضحك قوي وقال لي: تحقق ايه حيلتها؟ هتشتغل ايه يا اخي؟ موت يا حمار، مش كنت اشتغلت معايا في الورشة وتتعلم لك صنعة كده تنفعك احسن؟ وهو كنت الاقي حد يساعدني في الشغل شوية. لكن اقول ايه، البركة في امك، هي اللي كانت بتزن في ودنك علشان تكمل تعليمك. طب اديك اتخرجت بقى، وريني بقى يا فالح هتعمل ايه بعد كده وهتشتغل فين؟ اللي مش نافع في ورشة ابوه ورايح يشتغل بشهادته. يا ابن المتعلمين في الزمن ده اكتر من الفراخ. روح يمكن تجيلك مصيبة واخلص من همك وهم امك. كلامه يسد النفس، وكنت متحطم ومتنرفز من الكلام اللي سمعته من ابويا. وخدت بعضي من قدامه وطلعت البيت عند امي. دخلت الشقة وانا باصص في الارض وكنت محبط ومش طايق نفسي. لكن امي اول لما شافتني حست بيا وسألتني: ايه يا حبيبي مالك؟ ابوك زعلك في حاجة؟ قلت لها: وهو من امتى ما زعلنيش ياما؟ انا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه. انا حاسس ان هو دايما ضدي، مش حاسس، انا متأكد ان هو ضدي. ساعات بحس ان هو بيغير مني ومن نجاحي، بيحاول يكسر مقاديفي كل شوية. عايز يكسرني يا امي، عارفة يعني ايه عاوز يكسرني؟ قالت لي وهي بتطبطب عليا: ما عاش اللي يكسرك يا ابني، يا سيدي سيبك منه، ربنا يهديه، المهم انت عملت ايه في الشهادة؟ طمني. ابتسمت ليها وقلت: الحمد لله، ببركة ربنا وبركة دعاكي ليا ربنا كرمني وجبت امتياز.
طب ومالك بتقولها وانت مكشر كده ليه؟ ده انا النهارده الدنيا مش سيعاني، اخيرا ربنا حقق حلمي، ولسه بقى لما ربنا يكرمك وتشتغل وتحقق حلمك انت كمان هفرح اكتر واكتر. وفي اليوم ده امي ما بطلتش زغاريط، كانت فرحانه قوي وجابت كمان لحمه ورز وبقت توزع على الجيران والناس الغلابه اللي في الشارع. فرحتها حمستني ونستني الكلام اللي قاله لي ابويا وشجعني اكتر ان انا ادور على شغل. وفعلا سعيت لحد ما اشتغلت في شركة بمرتب كويس قوي، وبعد كام شهر اتعرفت على بنت كانت زميلتي في الشركة. أدبها وجمالها شدوني ليها، وفكرت ان انا اتقدم ليها وكلمت امي في الموضوع ده. فرحت قوي وقالت: وماله يا حبيبي، مادام انت شايف انها كويسة وبنت ناس يبقى نروح نتقدم لها على طول، بس طبعا يا ابني لازم ناخد رأي ابوك وموافقته. وهنا سألتها: وتفتكر ابويا هيوافق يا امي؟ قالت لي: وما يوافقش ليه يعني؟ انت ابنه الوحيد واكيد هيبقى عاوز يفرح بيك وبعيالك كمان، سيب لي انا بس الحكاية دي وانا هكلمه. تاني يوم ابويا كان اجازة من الورشة، وكنا قاعدين بنتغدى وابويا كالعادة قاعد مركز في الاكل ومبينطقش ولا كلمة. وامي وقتها بصت لابويا وقالت له: بقول لك ايه يا ابو صالح، كان في موضوع كده كنت عاوز اكلمك فيه. ابويا قال لها: موضوع ايه؟ قالت له: بقى يا اخويا صالح ما شاء الله عليه يعني اتخرج بتفوق كمان، ودلوقتي بقى موظف في شركة كبيرة والحمد لله، ومش ناقص بقى غير اننا نجوزه ونفرح بيه. ابويا وقتها بصلي واتكلم بتريقة وقال: انت عايز تتجوز يا حالتها؟ امي ردت عليه: وماله لما يتجوز، ابنك كبر وبقى راجل ما شاء الله. ابويا قال: ها، ومحوش كام بقى عشان تتجوز؟ وقتها كنت لسه هرد عليه لكن امي قطعتني وقالت: ما هو انا ناوي ادخله جمعية، وبعدين احنا هنساعده برضه والبركة فيك بقى. ابويا ساب الاكل وقال: البركة فيا؟ افهم من كده انه لسه على فيض الكريم. طيب لما انت مفلس بقى يبقى عايز تتجوز ازاي؟ وده اسمه ايه بقى لما تبقى شاب كده شليح في طول بعرض وبابي ومامي بيساعدوك يا حيلتها؟ بقول لكم ايه، اسمعوا بقى انتوا الاتنين، انا طول السنين اللي فاتت دي كنت بقع في دم قلبي قال علشان الزفت العالم بتاعك ده، وما عنديش استعداد ان انا اصرف مليم واحد تاني عليك. عايز تتجوز روح امك يبقى تشيل الشيله لوحدك، انا مش عارف عيل ايه ده اللي عايز يتجوز، جاتكم البلا انتوا الاتنين. امي قالت له: يعني ايه يا عبدو، انت مش ناوي تساعد ابنك في جوازه؟ يعني مش نفسك تفرح بيه؟ ده كل اب في الدنيا بيتمنى اللحظة دي، وكل الاهالي بتساعد عيالها لحد ما يقفوا على رجليهم فيها. ايه يعني لو ساعدناه وجوزناه؟ وبعدين ابنك يعني بيحب واحدة زميلته بنت ناس ومتربية، ومش هتلاقي احسن منها كمان. ابويا انفعل وقال: بقى هي الحكايه كده بقى، البيبي يحب واختار ونقى وجاي عايزني اصرف عليه هو الحلوه بتاعته، وطبعا عايز تخرج معاها وتتفسح وتاكل وتعزم وكل ده على قفايا. ها اسمع ياض، انت شيل من دماغك حكايه الجواز دي خالص، لما يبقى معاك فلوس تصرف بيها على نفسك وعلى المحروسه اللي انت عايز تتجوزها ساعتها يمكن اوافق، لكن طول ما انت مفلس كده انا مش عايز اسمع كلمه في الحكايه دي، انت فاهم؟ وانت يا اختي كفاياكي بقى رغي وفشخاره في الواد، عماله تنفخي في امه لحد ما بقى عامل زي الديك المنفوش كده. ما يشوف الدنيا الواقع اللي احنا متنيلين في امه. اسره ملوش لازمه الحوار ده كله، وقومي يلا حضري لي الطقم الزيتي عشان عندي خروجه يلا. امي قالت له: الطقم الزيتي ليه يا اخوي، انت رايح فرح؟ ابويا زعق في وشها وقال: وانت مال امك، انا اروح زي ما انا عايز، هو انت اشتريتيني؟
امي سابت الاكل وقامت تحضر له هدومه، وانا كمان بعد الكلام اللي قال ابويا ده نفسي اتسدت عن الاكل، وخدت بعضي ودخلت الاوضه. وابويا بقى فضل ياكل ولا همه. بعد ما خلص اكل لبس هدومه وخرج، وانا وقتها كنت قاعد في اوضتي مكسور الخاطر وزعلان. ولقيت امي داخله عليا ومعاها صينيه عليها اطباق اكل، وقعدت جنبي على السرير وقالت: انا عارفه انك انت زعلان، وانا يا ابني حاسه بيك. قلت لها والدموع في عينيا: انا مش عارف هو بيعملني كده ليه ياما، محدش فينا بيقدر يزعله او يرد عليه حتى، وهو بيعملنا كاننا عبيد عنده. انا تعبت يا امي وزهقت. امي طبطبت عليا وقالت لي: معلش يا ابني، ده نصيبنا، ربنا يهديه، بس ما تقلقش، انا برضو مش هسيبك، انا هدخلك في جمعية، بس هاخد نص مرتبك، وانا كمان هدخل معاك في الجمعية دي، واهو فلوسي على فلوسك يعملوا مبلغ كويس قوي، وساعتها يا سيدي ابوك ما بيقولش يعني ولا يبقى ليه اي حجة، ونروح بقى ونتقدم لعروستك، وانا والله يا ابني هساعدك باللي هقدر عليه. انا بس مش عاوزاك تزعل ولا تقهر نفسك، ويلا بقى علشان انا عارفه انك انت ما اتغديتش كويس، ابوك سد نفسك وسد نفسي انا كمان، عشان كده انا حضرت الاكل تاني ليك وليا، وارمي توكلك على الله يا ابني. فعلا انا من غير امي كان زماني ضايع. وبعد نص ساعه تقريبا تليفوني رن. كان هيثم جاري وصاحبي من ايام المدرسه. سلم عليا وبعدها قال: بقولك يا صالح، انا عايزك تنزل وتجيلي الكافيه اللي على البحر اللي كنا بنسهر فيه زمان، فاكره؟ رديت عليه في التليفون وقلت له: فاكر، بس ليه عايزني اروح يعني، في حاجه؟ قال لي: لما تيجي هتعرف، بس بسرعه حالا، ها، ما تضيعش وقت. استغربت من المكالمه وقلت لامي: انا نازل يا امي اشوف الواد هيثم ده عايز ايه، خلي بالك من نفسك ها. ولبست بسرعه ورحت له على الكافيه زي ما طلب مني، ولما رحت لقيته واقف مستنيني على باب الكافيه، وقال لي: اسمع يا صالح، انا عارف ان اللي هتشوفه ده صعب حبتين، لكن امسك اعصابك واوعاك تتهور. قلت له: في يا هيثم، قلقتني، تعالى معايا يا صاحبي، تعالى. دخلت الكافيه مع هيثم ولقيته بيشاور لي على ترابيزه بعيد، ولما بصيت لقيته ابويا. ايوه، شفت ابويا قاعد ومعاه واحده شعرها طويل من دور عياله، وكان ماسك ايديها وبيضحك معاها. وقتها اتصدمت، ابويا بيخون امي؟ طب ليه؟ هي قصرت معاه في ايه؟ قلت الكلام ده بصوت عالي، ولما سمعني هيثم رد عليا وقال: لا يا صاحبي، ابوك مش بس بيخون امك، ده ناوي يتجوز عليها. انا اول لما دخلت الكافيه وشفت ابوك ناديت على محروس، الواد ده اللي بيقدم لنا الطلبات، سألته مين ده، قال ان ده اسمه عبد الحفيظ ودي خطيبته، وعرفت انهم عملوا خطوبتهم هنا في الكافيه. الظاهر انها ملهاش اي اهل، وعرفت كمان ان هو عمل لها عيد ميلاد من يومين ودفع فيه الوفات. وقتها اتنرفزت وكنت عايز اواجهه، لكن هيثم منعني وقال لي: بلاش فضايح قدام الناس يا صاحبي، استنى لما يرجع البيت واقعد معاه على رواقه واتفاهم معاه. روحت البيت وانا مخنوق ودخلت اوضتي وفهمت امي ان انا هنام شويه، وفضلت مستني ابويا على نار لحد ما سمعته بيفتح باب الشقه، ووقتها رغم خوفي منه لكن اتشجعت وخرجت اتكلم معاه. لو سمحت يابا، ممكن اتكلم معاك شويه؟ احنا مش كنا خلصنا كلام؟ وهكون فاكر ان انا هغير رايي في موضوع جوازك ده؟ قلت له: لا يابا، انا عايزك في موضوع تاني خالص. اتفضل، عايز ايه تاني؟ طب ممكن ندخل اوضتي كده نتكلم على الانفراد؟ انفراد؟ عايز تقولي كلمة سر؟ ماشي يا سيدي، اتفضل، اما اشوف اخرتها معاك ايه. دخلنا الأوضة وقفلت الباب عشان أمي ما تسمعش أي حاجة من اللي هقولها، وقعدت معاه وقلت له: أبا، أنت صحيح ناوي تتجوز؟
استغرب قوي من سؤالي وقال: انت جبت الكلام ده منين؟ قلت له: انا شفتك النهارده وانت قاعد مع واحده في الكافيه وعرفت انها خطيبتك. نرفز عليا وقال: انت بتراقبني بقى، والله يا عال. قلت له: لو سمحت يا بابا رد على السؤال وبلاش تتهرب من الاجابه. اتنرفز اكتر وقال لي: اتهرب من ايه يا حيلتها؟ انت مين انت عشان اتهرب منك؟ طب ايه رايك بقى اني هتجوز، والست اللي شفتها دي بعد كام يوم هتبقى مرات ابوك، عشان ما تفكرش انك انت يعني بتلوي دراعي بالهبل بتاعك ده. قلت له: طب وامي ازاي بعد العمر ده كله يجي لك قلب تعمل كده فيها وتتجوز عليها؟ هي قصرت معاك في ايه؟ حرام عليك اللي بتعمله ده، حرام عليك العشره والسنين اللي ضيعتها معاك. يا اخي دي لو كانت بتاكلك سم كل يوم ما كنتش عملت معاها كده. وقتها ابويا قام من مكانه وقال لي: انت مين يا كلب انت عشان تقول الحرام والحلال؟ انا محدش ليه حاجه عندي، اتجوز اطلق انا حر يا ابن الهبله. وقتها اتعصبت وقلت له: لا ما انتش حر، انا وامي لينا حق عليك وما ينفعش تعمل حاجه زي دي. امي ما تستاهلش منك كده، وامي مش هبله. امي طفحت الكوت عشان تخلي البيت ده مفتوح، لولاها كان زمانك ملكش بيت ولا مكنه حتى تعيش فيها. صبرت واستحملت الليلام والشلاليط والاهانه عشان عايشه حياتها في خدمتك انت وانا، وكل يوم بتديها بالجزم على دماغها وهي مش بتتكلم. بعد ما قلت له كده ابويا رفع ايده عليا ونزل فيا ضرب بالاقلام. وطبعا امي سمعت خناقنا ودخلت علينا الاوضه وحشت ابويا عني، ولما سالتني في ايه ابويا رد عليها وقال: بقى اسمعي بقى يا ست انتي، يكون في معلومك ان انا هتجوز وكلها كام يوم واجيبها تعيش معانا هنا، واللي عنده اي كلمه يحطها في بقه، وايه اللي عليا الطلاق من امك لارميكوا في الشارع انتوا الاتنين، وبوروني بقى هتعيشوا ازاي. حد عنده اعتراض؟ اول لما ابويا ما خلص كلامه امي ما استحملتش الصدمه ووقعت من طولها، وابويا وقتها خد بعضه وخرج من البيت من غير حتى ما يطمن على امي اللي مرميه على الارض دي. وساعتها قعدت جنب امي وخدت راسها في حضني وحاولت افوقها وانا بقول: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابا، ربنا ينتقم منك. فوق ياما، فتحي عينك يا حبيبتي. وبعد دقايق امي فاقت وفتحت عينيها. وقتها كنت فاكر انها هتعيط او هتنهار، لكن الغريب انها فضلت ساكته وكل اللي قالته: دخلني اوضتي يا صالح، انا عايز انام يا ابني. وانا سمعت كلامها ودخلتها اوضتها وفضلت نايمه لحد تاني يوم الصبح. وانا وقتها اخدت قرار بان انا اراقب ابويا، ولقيته حاله اتبدل، صبغ شعره وغير من طريقه لبسه، وبقى كل يوم والتاني يقفل الورشه ويخرج مع الهانم بتاعته، واللي عرفت انها اسمها مديحه، وعرفت كمان انها فاتحه كوافير صغير كده بعدنا بشارعين، وعرفت انها ارمله وعندها عيل صغير. لكن كل ده كان عادي، انما اللي وجعني اكتر وما كانش عادي ان الست دي كانت سمعتها وحشه قوي. كل الناس بتقول عليها ان مشيها بطال، عرفت رجاله كتير وكانت تمشي مع الراجل من دول تقلب منه فلوس، واول ما فلوسه تخلص تدور على غيره. وهو ده اكتر حاجه ضايقتني، ازاي يتجوز على امي واحده زي دي ملهاش اصل ولا حتى سمعتها كويسه، وازاي ابويا ما خدش باله من كده يسلم نفسه لواحده زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل. لا وكمان مغرقه خروج وهدايا وفسح ولبس عادي كده. وعدى حوالي اسبوعين، امي حالها كان غريب، ما حاولتش انها تجادل ابويا في اي حاجه ولا حتى تستفسر منه عن موضوع جوازه، بالعكس كانت بتتصرف طبيعي جدا وكأن مفيش اي شيء ممكن يزعلها. وبالليل كانت بتستقبل ابويا احسن استقبال، والصبح كانت تحضر له الفطار وتلبسه هدومه بنفسها. ومن كتر ما انا مستغرب على حال امي كنت بسالها: ياما انت كويسه؟ كانت ترد طبيعي جدا وتقول لي: مالي يا واد، ما انا زي الفل اهو يا حبيبي. زي الفل؟ مش باين ياما.
يا خوفي منك ياما، يا خوفي منك بجد. وفي يوم ابويا جه من بره وكان معاه بدله، ودخل على امي وقال لها: اسمعي يا سناء، انا عايزك بكره تروحي عند اختك في اسكندريه تقعدي كام يوم هناك، وتاخدي معاك المحروس ابنك، ويا ريت تكملي الاسبوع كله هناك لحد ما اتصل بيكي واقول لك تعالي. امي ردت عليه وقالت: ايوه يا اخويا حاضر، بس ليه الزياره المفاجاه دي؟ رد عليها وقال لها: اصل العروسه جايه بكره، وانا بقى بصراحه عايز البيت فاضي، مش عايز حاجه بقى تعكنن عليا في يومين العسل دول. بس اسمعي، انا عايز الشقه فله بكره، ها، بتلمع كده من النظافه، وما تعمليش اكل. انا الصبح اجيب دليفري واسيب الاكل هنا لحد ما ارجع بالليل. المهم عندي ان انا لما ارجع ما الاقيش حد فيكم هنا. انا داخل انام، مش عايز حد يزعجني، وعايزك بقى يا سناء تصحيني الساعه 11 الصبح كده، اصل عندي ميعاد مع الكوافير. الله، ما تباركيلي يا وليه. امي بصيت له وفضلت ساكته، وانا الغل كان بينط من عينيا. لو بس ما كانش ابويا كنت قتلته وريحت الدنيا منه. ودخل اوضته ونام، وامي سمعت كلامه وحضرت شنطتها وشنطتي عشان نسافر. وتاني يوم بعد ما ابويا صحي، امي استلمت الدليفري اللي طلب ابويا، وكانت هتفضيه في اطباق، لكن ابويا رفض وقال لها تسيب كل حاجه زي ما هي. وبعدها اخدت امي وسافرنا على اسكندريه. كنت شايف ملامح امي متغيره، عينيها محجره وسرحانه طول الوقت، حاسس انها تايهه. صعبان عليا قوي يا امي، سنين عمرك راحت هدر. مش عارف الوم عليكي عشان سلبيتك وضعفك قدامه، ولا الوم على اهلك اللي كسروكي ورخصوكي لواحد ظالم زي ده. وفضلت انا وامي عند خالتي، وخالتي طبعا كانت زعلانه ومش عاجبها الوضع ده، لكن ما باليد حيله. بعد حوالي 4 أيام لقينا واحد ظابط بيتصل بيا وبيقول ان مطلوب حضوري انا وامي للاستجواب في قسم الجيزه. وقتها انا وامي قلقنا وخدنا بعضنا وسافرنا على الجيزه، ولما رحنا البيت لقينا الشقه بابها مكسور ومتشمعه بالشمع الاحمر. وعرفنا من الجيران ان بعد ما سافرنا انا وامي ابويا جه هو وعروسته، وبعدها محدش سمع لهم حس خالص. وبعد 3 أيام الجيران بدأوا يشموا ريحة وحشة جدا جاية من الشقة، ولما خبطوا محدش فتح اتصل بالبوليس، ولما جم كسر باب الشقة ولقوا أبويا ومراته ميتين. بعد اللي عرفته كنتش عارف أفرح ولا أحزن. أبويا افترى عليا كتير، وحسيت وقتها إن ربنا أخيرا أراد إن هو يريحنا من ظلمه. وبعدها افتكرت اننا مطلوبين في القسم. وقتها خدت امي وطلعنا على القسم، وطبعا حققوا معانا. وعرفت هناك ان ابويا ومراته ماتوا مسمومين، وان الاكل اللي ابويا طلبه ديليفري كان مرشوش عليه مبيد حشري. وطبعا عشان احنا كنا في اسكندريه وقتها، فيادوب جاوبنا على السؤالين وروحنا البيت. وبعد يومين عرفت انهم شمعوا المطعم اللي ابويا اشترى منه، واتهموا العمال اللي فيه بالإهمال. ولما رجعنا البيت غيرنا الكالون وقفلنا علينا بابنا. ووقتها كنت مستني أي رد فعل لأمي على كل اللي بيحصل ده، لكن كانت برضه ساكتة. لكن فجأة لقيتها دخلت أوضة النوم بتاعت أبويا، وجابت كل الهدوم بتاعته هو ومراته التانية وحطتها في البانيو، ورمت عليهم جاز وولعت فيهم. وأنا فضلت واقف بتفرج عليها وأنا مذهول. وفجأة قالت لي: خلاص يا صالح، أنا وأنت هنقدر نعيش ونرتاح. خلاص يا ابني، أبوك غار في 60 داهية، وأنت ارتحت وأنا كمان ارتحت. أبوك مات يا صالح، أبوك مات يا صالح، أبوك مات يا صالح.
كانت بتضحك ضحك هستيري، وشها بيضحك لكن الدموع مالية عينيها. عمري ما شفت أمي في الحالة دي. وقتها خدتها في حضني وحاولت أهديها ودخلتها أوضتها، وفضلت قاعد جنبها لحد ما راحت في النوم، ورجعت أنا على أوضتي على طول. حاولت أنام لكن الأحداث كلها كانت بتدور في دماغي. معقول أبويا مات؟ وفضلت سرحان لحد الفجر، وفجأة سمعت صوت أمي كانت بتصرخ وبتقول: ابعد عني، سيبني بقى، حرام عليك. جريت عليها لقيتها نايمة وبتحلم. صحيتها من النوم وقلت لها: قومي ياما، انت بتحلمي، قومي. لكن ردها كان غريب: لا، انا ما كنتش بحلم، ابوك كان هنا، كان قاعد جنبي على السرير وكان بيخنقني، ايوه كان عاوز ينتقم مني ويموتني. اهدي بس ياما، اهدي، ابويا خلاص صراحة عند اللي خلقه، انت بس اعصابك تعبانة شوية، بس بكرة ان شاء الله هتبقي كويسة، ما تقلقيش. وبقيت اطبطب عليها. امي كانت خايفة وبتترعش، والموضوع ما وقفش لهنا، لا خالص، دي كانت البداية. امي ما بقتش طبيعية، بتشوف كوابيس وهي نايمة، وفجأة الاقيها خارجة من الحمام بتصرخ وبتقول ان ابويا كان واقف قدامها. طبعا ما كنتش مصدقها، لكن مرة كنت سامع امي بتصرخ في الحمام زي كل يوم، وانا جريت عليها ولقيتها واقفة قدام باب الحمام وبتشاور على الحيطة. بصيت لقيت خيال اسود، الخيال هيئته كانت زي ابويا. وقتها حسيت برعب كبير، والأول مرة أعرف الرعب اللي أمي بتحس بيه كل يوم. وقتها شديت أمي وطلعنا من الحمام والرعب في قلوبنا، وساعتها شغلت القرآن وقعدت جنب أمي هديها واخدها في حضني. ويوم كنت قاعد في الصالة بتفرج على تلفزيون، وفجأة لقيت نار خارجة من المطبخ وأمي كانت واقفة فيه، وجريت بسرعة عليها ولقيت البوتاجاز كله مولع نار. وساعتها جبت ميه وربنا قدرني وقدرت اطفي الحريق، وامي وقتها كانت مبرقه وخايفه، ولما سالتها: انت كويسه يا امي، فيكي حاجه؟ لقيتها بتقول: ابوك هو اللي ولع النار، ابوك عاوز يموتني يا صالح. قلت لها: يا امي ابويا مات، حرام عليكي نفسك واللي بتعمليه في نفسك ده. قالت لي: انت مش مصدقني يا صالح، انا مش بكدب عليك ولا انا مجنونة، انا بشوف ابوك كل يوم وانا نايمة وانا صاحية برضه، ابوك عاوز يخلص مني، عاوز ينتقم مني. قلت لها: يا امي بس هو عاوز ينتقم منك ليه؟ انت عمرك ما اذيتيه في شيء، بالعكس هو اللي كان بيأذيكي طول الوقت. ارحمي نفسك يا امي وحاولي تهدي شوية، ارحمي نفسك. لكن فجأة برقت لي وقالت: انت ما تعرفش حاجة، ابوك عاوز ينتقم مني عشان انا اللي قتلته. ايوه يا صالح، انا اللي دلقت المبيد بتاع الصراصير على الاكل اللي متغلف ده، وبعدها لفته تاني زي ما كان. انا كان لازم اعمل كده، كان لازم يموت. هو اللي غدر بيا وبقى عيشة السنين بعد العذاب اللي عشته معاه ده واستحملته. ده انا ياما اتأذيت وياما اتضربت وشفت ايام سودا وسكت. كنت بعيش زي ما ابويا قال لي، لكن كنت عايشة معاه زي الميتة، وبعد ده كله بيبيعني وبيتجوز عليا. اهو ده اللي مقدرش استحمله ابدا، لكن انت عارف انا ارتحت لما مات. انا عايزك تعيش وتتجوز اللي انت بتحبها وانسى ابوك وقرفه. انا عملت كده علشانك يا ابني، لكن انا مش مهم، انا عارفه ان ابوك مش هيسيبني، وعشان اريح ضميري وارتاح انا هسلم نفسي، لازم اسلم نفسي. قلت لها: ايه يا امي اللي انت بتقوليه ده؟ انت اكيد بيتهيالك، مستحيل تعملي حاجه زي دي. ردت عليا: صدقني يا ابني انا اللي قتلته، وبكره هروح اسلم نفسي. حرام الراجل صاحب المطعم اللي بيته اتخرب ده والناس اللي شغالين معاه حالهم وقف. قلت لها: طب اهدي دلوقتي يا ماما، وما تفكريش في اي حاجه،
اقولك انا من بكره هشوف مشتري للشقه دي، وهبيع الورشه كمان، وناخد بعضنا ونشوف لنا شقه في اسكندريه جنب خالتي، ونعيش هناك وننسى البيت ده واللي حصل فيه. يلا يا امي، قومي بقى معايا، ندخل الاوضه وننام ونرتاح، وبكره الصبح هيحلها الف حلال. دخلتها الاوضه زي الاطفال ونيمتها على السرير، وبعد شويه دخلت الاوضه بتاعتي ورحت في النوم. ولما صحيت الصبح دخلت لامي في الاوضه، لكن اتخضيت لما ما لقيتهاش، وفضلت ادور عليها في الشقه، ما كانتش موجوده. جريت على امي عشان اغير هدومي وانزل ادور عليها، لكن لقيت ورقه على الكومودينو مكتوب فيها: كان لازم اسلم نفسي، انا اللي قتلت ابوك وانا اللي لازم اتحبس، سامحني يا ابني، وصيتي ليك انك انت تعيش حياتك زي ما بتمناها، بحبك يا اغلى حاجه في حياتي. اتصدمت. امي سلمت نفسها، ولما رحت القسم كان خلاص فات الاوان. امي اعترفت بقتل ابويا واتحبست. حاولت اقوم ليها محامي، لكن الاعتراف سيد الادله، وكل المحامي قدر يعمله ان هو اثبت للمحكمه انها مش في كامل قواها العقليه، لان امي كانت بتشوف شبح ابويا حتى وهي في السجن، والمحكمه حولتها لمستشفى الامراض العقليه. امي خسرت حياتها من يوم ما اتجوزت ابويا، شافت عذاب في حياتها وعذاب اكتر بعد موته، وبقيت ازورها في المستشفى باستمرار. كنت بتقطع من جوايا لما بشوفها، وعمري ما كنت اتخيل ان كل ده يحصل لامي. امي هي المجني عليها وابويا هو الجاني. الله يرحمك يا ابويا. اوعى تحكموا بالمظاهر والظواهر، وقبل ما تحكموا على الجاني اعرفوا ايه اللي حصل له، مش يمكن يطلع مظلوم زي امي. وبعد حوالي سنة امي قابلت وجه كريم، ماتت في المصحة. ما كانتش تستاهل كل اللي حصل لها ده، امي كانت تستاهل كل خير. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسامحها على قتل ابويا. اما انا فبعد امي نفسي اتسدت عن الجواز والحياة كلها. كنت زاهد في الدنيا، لكن محدش قدر يخرجني من الحزن ده الا الصلاة. اعتكفت فترة في الجامع وبقيت اصوم، وبدأت واحدة واحدة ارجع لشغلي، وبعت شقة ابويا والورشة وسافرت على اسكندرية، اكتر مكان امي كانت بتحبه، واخدت الشقة هناك. وبعد كام سنة اتجوزت بنت خالتي وخلفنا 3 عيال، والحمد لله كنت براعي ربنا فيهم عشان محدش فيهم يكرهني، زي ما كنت وما زلت بكره ابويا. مفيش حد فينا مش بيتمنى يكون مشهور، والناس كلها بتجري وراه، وطبعا الشهرة بتجيب فلوس، الفلوس اللي بقت تغري اي حد مجرد ما يتذكر اي رقم قدامك. وانا زي ما كنت بسعى للفلوس كنت برضه بسعى للشهرة، بس مش شهرة عادية، لأ، انا كنت عاوز اسمي يفضل يتذكر بين الناس، كنت عاوز اسمي لما يتذكر يبقى فيه رهبة مش طبيعية. لما كنت طفل صغير كنت بحب قوي ان انا اتحكم في عقول الناس، بحب اخلق الوهم في دماغهم وهما بنفسهم اللي بيحولوه الحقيقة على ارض الواقع. او زي ما بنقول بلهجتنا بالبلدي كده، انا كنت بياع كلام. ايوه كنت طفل بياع كلام بيحب يبيعه للناس دي، بس كان وقتها من غير تمن. ولما كبرت كبر جوايا الشغف ان انا اكمل في بيع الكلام للناس. كنت ببيع ليهم كلام هم نفسهم يسمعوه، مع اني ما كنتش باخد اي مقابل وقتها، بس كنت بنبسط قوي، كنت بحس بمتعة رهيبة وانا قادر اسيطر على الناس بشوية كلام. فكرة ان انا بتحكم في عقلهم وحياتهم
كان إحساس رهيب بالنسبة لي. هتقولوا عليا مجنون؟ مريض نفسي؟ مش مهم. أنا شخصيا أوقات كنت بشوف نفسي شخص مش طبيعي ولا سوي نفسيا. يمكن ده بسبب والدي، الله يرحمه بقى. بالمناسبة خليني أكلمكم شوية عن والدي قبل ما أحكي قصتي، وقبل ما تعرف المكان اللي بحكي لكم منه الكلام ده. بس عايزك تتخيل معايا كده أنا ممكن أكون فين دلوقتي، وعلشان أسهلها عليك أنا في مكان آخر حد ممكن يتمنى إن هو يبقى فيه. المهم علشان ما اطولش عليكم، انا كبرت لقيت ابويا دجال، راجل بيعالج الناس، او كنت فاكر ان هو بيعالج الناس، يعني اللي معمول لها عمل وعاوزة تفكه، واللي عاوزة تتجوز يعمل لها حجاب علشان تتجوز، وقصص تانية كتير قوي. وقتها انا كنت فاكر ان هو فعلا بيساعد الناس دي، بس انا ابويا كان بيعالج الناس بالسحر. منهم اللي يفك له سحر اتعمل له، ومنهم اللي يعمل له السحر علشان يأذي بيه حد تاني. كان راجل عنده خدام من الجن وبيقدم ليهم خدمات، ومقابل ده هما بيساعدوه. ومش بس كده، ده كان شغال في السحر الاسود وحاجات تانية انا مش هقدر اصرح بيها قدامكم. ابويا كان بيستغلني من وانا صغير، كان بيحفظني شوية كلام من بتوعه دول عشان اقوله للعيال اصحابي في المدرسة، وهم طبعا هيوصلوا الكلام ده لاهاليهم، وبالتالي هيروحوا للراجل اللي فاكرينه بتاع ربنا بيساعد الناس، وهيروحوا له جاري علشان ياخدوا بركة الشيخ. ومن وقتها وانا حبيت الموضوع، وحبيت فكرة ان انا اضحك على الناس واخلق الوهم في دماغهم. على فكرة انا كنت عارف ان ابويا بيضحك على الناس بشوية كلام عشان ياخد منهم فلوس، مش عارف احط له عذر واقول ان هو عمل كده بسبب مثلا وضعنا المادي، ولا الومه على كل اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. المهم انا كنت بحضر كل الجلسات اللي ابويا كان بيعملها مع الناس دي، كنت بسمعه وهو بيتكلم مع الخدام بتوعه وبيطلب منهم مساعدات مقابل خدمات تانية ابويا كان بيقدمها للخادم بتاعه ده بالخصوص. ما انتوا عارفين ان مفيش حاجة من غير مقابل مادي، مش كده؟ بالمناسبة انا نسيت اقول لكم ان ابويا طلعني من المدرسة من سن صغير، وقال لي انسى التعليم خالص، كده كده مش هتستفاد اي حاجة من الاخر، وان انا لازم ابدأ اساعده واشتغل معاه، بدل يعني ما يجيب واحد غريب يساعده ويظبط له كده مواعيد الناس اللي بتيجي. كمية الناس اللي كانت بتيجي لابويا علشان يساعدهم ما تتعدش. كنا ممكن مثلا نقعد من الصبح لحد نص الليل نقعد نساعد، وطبعا كل حاجة ووضعها، في منهم اللي بيطول ومنهم اللي بيخلص ويمشي بسرعة. وبرغم ان انا كنت طفل متفوق جدا في دراستي وبحب ان انا اروح المدرسة باستمرار، بس ما كانش عندي حل تاني غير ان انا اوافق على العرض ده، غير ان انا كده كده ما كانش عندي حرية الاختيار، وسمعت كلام ابويا وسبت التعليم خالص. لو سألتني هل ندمان انك انت ما وقفتش قصاد والدك علشان تكمل تعليمك، هقولك لا، مش ندمان، على الرغم من كل اللي حصل لي من يوم ما دخلت معاه في السكة دي، الا اني مش ندمان. ولو رجع بيا الزمن كنت هعمل نفس اللي عملته واختار الشغل مع ابويا. متستعجلش عشان تعرف اللي حصل لي ايه، بس خلينا نكمل بداية الحكاية. في بداية الشغل كان دوري بسيط، يا دوب بظبط المواعيد وباخد الفلوس من الناس وادخل كل واحد في دوره. بس ولا مرة دخلت جوه وشفت ايه اللي بيحصل جوه. في حالات كانت بتدخل وتخرج من غير ولا كلمة وصمت تام بيسيطر عليهم، وحالات تانية مجرد ما تدخل من باب الأوضة نبدأ نسمع صريخ هستيري محدش عارف سببه ايه،
وحالات غيرهم كانت بعد ما بتدخل بتخرج على طول وهي في حالة انهيار تام. واللي فهمته ان نوعية الحالات دي مش بتكون قادرة انها تستحمل اللي بيحصل جوه وبتخرج تجري على بره. عدى سنة واتنين وتلاتة وانا بكبر وسط المكان ده، بس ولا مرة جالي الشجاعة ان انا ادخل المكان اللي بيتم فيه ممارسة الاعمال دي. وكمان لان ابويا كان دايما رافض دخولي الاوضة دي او ان انا اشهد على اي حاجة بتحصل. مش عارف كان خايف عليا اتأذي من حاجة معينة ولا كان شايف ان انا لسه ما كبرتش كفاية على الكلام المرعب ده. لحد ما في يوم خلصنا شغل بدري شوية والمكان فضي. ما كانش فاضل غير حالة واحدة بس. كانت بنت في اواخر العشرينات، وشها اصفر تماما، الهالات السوداء مغطية حوالين عينيها، وكان باين عليها التعب والارهاق الشديد. وكان معاها ست كبيرة واللي كان باين انها والدتها. البنت دخلت جوه الأوضة وانا فضلت قاعد مستني بره. بدأت اقوم قاعدة للكراسي كده واظبط المكان وخلافه. وبعد مرور نص ساعة من دخول البنت دي بدأت اسمع اصوات صريخ زي العادة. ما استغربتش لان الموضوع بالنسبة لي بقى عادي، تقدر تقول خلاص اتعودت. بس اللي مش متعود عليه هو ان والدي يخرج في نص جلسة العلاج ويجي ينادي عليا. الموضوع كان غريب بالنسبة لي. لقيته خارج ووشه كان مخطوف وقرب ناحيتي وقال لي: نائل نائل. استغربت شكله اللي خارج بيه والطريقة اللي بينادي عليا بيها. نعم، في حاجة؟ في. تعال معايا جوه عاوزك. عايزني في ايه؟ مالك بتترعش كده ليه؟ لا ابدا مفيش، بس انت طول عمرك منعتني ان انا اقرب من الاوضه دي، خاصه وقت الشغل. وهو جه الوقت يا سيدي اللي تساعد ابوك فيه وتقف جنبه، ولا مش عاوز؟ لا 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 بالعكس، اكيد عايز اساعدك يابا. طب يلا تعالى ورايا، تعالى. انا صحيح طول عمري نفسي ادخل جوه الاوضه دي واشوف بيحصل فيها ايه، ودايما بيبقى عندي فضول اكتشف اللي فيها واحضر كمان جلسه من جلسات العلاج اللي بتحصل جوه. بس ولا مره جت الفرصه دي. بس شكلها جايه المره دي ومتقدمه ليا على طبق من ذهب، واكيد ما كنتش هضيعها، مش كده؟ قبل ما ندخل الأوضة بصلي بحدة وقال لي: مش عاوز أسمع صوتك جوه إلا لما أسمح لك تتكلم، مفهوم؟ خفت في اللحظة دي وقلبي اتنفض كده واتقبض، بس كان لازم أسمع كلامه وقلت له: حاضر، مفهوم. دخلت ورا والدي، ودي كانت أول مرة أشوف فيها شكل الأوضة من جوه. خليني أوصف لكم شكل المكان علشان تقدروا تتخيلوا معايا. كانت أوضة شبه اللي بنشوفها في الأفلام لأوض الدجالين، فيها ضوء خفيف مائل كده للأحمر شوية وبخور كتير في كل حتة، وكان في كرسي يشبه لكراسي الملوك، واستنتجت إن هو كرسي والدي وقدامه مبخرة كبيرة شوية، ولا مش عارف هما بيسموها ايه. في زاوية الأوضة كده كان في تمثال لقط اسود شكله مخيف وطالع نور أزرق من عينه. لما بصيت ليه وركزت للحظة حسيت ان هو قط حقيقي. كانت البنت نايمة على رجل والدتها اللي كانت مقطعة نفسها من العياط على وضع بنتها. البنت كانت في حالة غريبة، حالة أول مرة أشوفها أو تعدي علينا. كنت سرحان في تفاصيل الأوضة وشكل البنت لحد لما قطع شروطي صوت والدي اللي فزعني زي الرعد: نائل. أيوه، أنا معاك أهو. هتفضل سرحان كتير ولا يلا نشوف شغلنا؟ وأنا هساعدك هنا إزاي يابا؟ بصلي وقال لي: قرب، ما تخافش، قرب. جسمي كان بيترعش من الخوف. أنا دلوقتي موجود في المكان اللي كان نفسي أبقى موجود فيه طول الوقت، بس حسيت إن أنا عايز أهرب.
اهرب واجري من هنا، بس خفت. ايوه خفت من ابويا. اوقات كتير كنت بحسه راجل غريب عني، بحس ان هو ممكن يأذيني. حاولت اشيل كل الافكار السلبية دي من دماغي واساعده زي ما طلب مني، وخليني اخلص بقى من الليلة دي بقى وامشي من هنا. مد ايده على شوية ازايز كده جنبه، واختار واحدة معينة منهم وقال لي: امسك يا نائل، خلي الازازة دي معاك. وانا هعمل ايه بالبتاعة دي؟ خليها في ايدك وافتحها، واول لما يجي دورك هقولك تعمل ايه بالظبط، بس خليك جاهز. ما كنتش فاهم اي حاجة من اللي بيقوله، بس سمعت كلامه وخلاص وقلت حاضر. بدأ والدي ان هو يقرب ناحية البنت اللي كانت مكلبشة في والدتها. البنت ما كانتش قادرة انها تصلب طولها ولا تقف على رجليها، بس هو حاول يوقفها بكل الطرق. ولما والدتها قربت يعني علشان تمسك ايد بنتها، والدي شد ايديها بعيد وقال لها: خليكي بعيدة وما تقربيش الا لما انا اسمح ليكي، يلا. الخوف كان باين في عين الست دي، ما كانش عندها حل غير ان هي تسمع كلامه وتقول حاضر وبس. حط ايده على راس البنت عند منطقة الجبهة بالظبط، وبدأ يقرأ كلام مش مفهوم زي ما كنت عاويز. البنت بدأت انها تعوي زي القطط، وكانت بتصرخ بطريقة مش طبيعية. صوت صريخها كان مؤلم بالنسبة لي انا شخصيا ومش قادر اتحمله. فضلت تصرخ وتصرخ وتصرخ، ومرة واحدة سكتت وغمضت عينيها لكنها لسه صلبة طولها وواقفة مكانها. وبعدين البنت فتحت عينيها من تاني، كانت عيونها حمرة زي الدم، ونازل من عينيها حاجة شبه الدموع، كانت حمرة ومنظرها كان صعب، ورجعت تصرخ تاني. بس المرة دي اتكلمت، ولكن الصوت اللي طالع ده ما كانش صوتها. ايوه ما كانش صوتها، كان صوت واحد صوته خشن ومحشرك تماما. بدأ يتكلم مع والدي بلهجة كلها تحذير وقال له: احسن لك ترجع عن اللي في دماغك يا صالح، ارجع عن اللي في دماغك. انت فاكر ان انا خايف منك؟ انت ولا حاجة قصاد اللي انا صرفتهم قبل كده واتحرقوا قدام عينيا، وصوت صريخهم كان مالي المكان. احسن لك انت اخرج من جسمها وسيبها في حالها، ثم انك مش قدي، انت مش قد صالح. وقتها الشيء الغريب ده اللي جوه البنت بدأ يضحك بطريقة مخيفة وقال له: وانت فاكر انك انت قازح ده هيفضل يحميك طول عمرك؟ ده خلاص بقيت كارت محروق بالنسبة له، من يوم ما بقيت تتصرف من دماغك وتشتغل على هواك، وزي ما هو ادالك القوة زمان قادر ياخدها منك دلوقتي. انت خلاص ما بقاش ليك اي لازمة. والدي اتفزع وبين في عينيه القلق من كلام الشيء ده. انت كداب، وانا دلوقتي هحرقك زي اللي قبلك. بدأ يصرخ في وشه ويقول له: ما تقدرش، ما تقدرش. حط ايده مرة تانية على راس البنت وفضل يردد تاني نفس الكلام اللي ما فهمتوش، وبعدين زعق بصوت عالي وقال لي: افتح الازازة يا نائل ورش على جسم البنت بسرعة. فضلت واقف مكاني من صدمة اللي بشوفه، ما كنتش عارف اتصرف. والدي كان بيتكلم بس حسيت صوته مش واصل لي، زي ما يكون كده حد شل حركتي تماما ومنعني ان انا اسمع. ابويا فضل يزعق بصوت عالي ويقول لي: اخلص يا زفت اخلص، هنموت كلنا، افتح الازازة ورش عليها. وانا زي ما انا مش بتحرك ولا واعي للي بيحصل ده.
الجن اللي مسيطر على البنت لسه مستمر في الضحك، وكأنه بيسخر من ابويا عشان خلاص نهايته قربت، محدش هيقدر يساعده. وانا لسه واقف مكاني والازازة في ايديا مش عارف اتحرك، وابويا بيزعق في وشي وهو ماسك راس البنت ومش قادر يسيبها، لحد ما بدأ يتكلم وبيبص حواليه، مش عارف كان بيكلم مين. انت فين؟ انت فين يا قصح وسايبني؟ مش هنتهي كده، مش هنتهي كده. انا عملت لك خدمات كتير وانت لازم تساعدني. اظهر، مش وقت اختفائك، انا محتاج مساعدتك. ابويا فضل على الحال ده وهو بيطلب المساعدة من الخادم بتاعه، بس من الواضح ان هو اتخلى عنه. وقتها انا بدأت ارجع لوعي، بدأت استوعب اللي بيحصل ده، بس للأسف انا فقت متأخر. فتحت الازازة وبدأت ارش بهدوء على جسد البنت دي، بس في حاجة منعتني. ايوه، في حاجة منعاني، زي ما يكون حد مسك ايديا فجأة. ومرة واحدة البنت دي زقت ابويا جامد، كان فيها قوة ولا كمال الأجسام، لدرجة إن هو طار لفوق ونزل على الأرض. صوت كسر اخترق ودني وهو بيقع زي ما يكون عظمه اتكسر 100 حتة. جريت ناحية أبويا، بس هي وقفتني، أو الشيء اللي جواها هو اللي وقفني، ومدت إيديها ناحيتي زي ما يكون كده شلت حركتي بمجرد سهم بسيط خرج من إيديها. بعد شوية بدأت إنها تصرخ من تاني، وقعت على الأرض. عينيها رجعت طبيعية تاني، بس المرة دي أغمى عليها تماما. وجريت عليها والدتها في الوقت ده، وقبل ما اتحرك خطوة ناحية أبويا ظهر هو. أيوة، ظهر قدامي. مكنتش محتاج حد يقول لي إن ده قزح. كان باين من شكله وهيئته اللي تفزع إبليس نفسه. كان لابس لبس شكله غريب، كله اسود في اسود، وعلى جبهته علامات غريبة ما فهمتش معناها، وعينه حمرة زي الدم. بس الغريب ان هو ما كانش ليه ملامح، ومفيش اي ملامح ظاهرة في وشه غير عينه. كان طوله رهيب لدرجة ان انا رفعت راسي لفوق علشان اقدر اشوفه، وقرب من والدي كده، واللي كان مفزوع منه على الاخر، وبيزحف كده بجسمه لورا خوفا منه. لا يا قزح، لا، انا طول عمري في خدمتك، انت اكيد مش هتأذيني، صح؟ الكلام ده كان زمان يا صالح، قبل ما تخون العهد اللي اتفقنا عليه سوا من يوم ما دخلت القبيلة بتاعتنا. انا عارف ان انا غلطت، بس اوعدك انها مش هتتكرر تاني. سامحني يا قزح، سامحني المرة دي بس، ولو عملت اي حاجة تاني اقتلني بنفسك. ابويا كان بيترجاه عشان يسيبه، وانا واقف مكاني مش عارف اتحرك ولا هقدر اعمل اي حاجة. كنت عاجز تماما، وابويا قدامي عمال يزحف كده بكل قوته لورا عشان يبعد عنه. بس ادركت ساعتها ان مفيش قوة هتمنع الراجل ده من ان هو يقتل ابويا، وخرج سكينة وغرزها في قلب ابويا. ابويا اتقتل قدامي وانا واقف عاجز ومش قادر ولا عارف اعمل له اي حاجة. مات قدام عينيا وما قدرتش حتى اساعده، واختفى. قزح اختفى. جريت على ابويا اللي كان بينزف وبيتألم من الوجع، بص في عينيا كده وقال لي: ما تلومش نفسك يا ابني، اللي حصل، انت ما كنتش هتقدر تقف قدامهم. رديت عليه، بدأت اقول له: انا السبب في اللي حصل لك يابا، انا السبب. لو كنت فتحت الازازة دي بسرعة وعملت زي ما قلت لي ما كانش ده اللي حصل. لا يا نائل، دي مؤامرة معمولة ضدي ومترتب ليها
بقالها كتير، يعني مهما عملت برضو ما كنتش هتقدر تقف قصادهم يا ابني. وقزح كان ناوي على الغدر وعاوز يخلص عليا. ابعد عن السكة دي واوعى تعمل زيي. انا الطمع غلبني والشيطان غواني وخلاني مشيت في السكة اللي يروح ما يرجعش. خلاص خلصت يا ابني. ابويا كان بيطلع الكلام ده بالعافية، نبضه كان بيقل وخلاص لحظات ويفارق الحياة، وانا حسيت ان انا ضايع ومش عارف اعمل ايه ولا عارف هعمل ايه من بعده. بدأت اقول له لا لا ابوس ايدك، ما تسيبنيش يابا، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، مش هعرف اتصرف من غيرك. نطق اخر جملة وقال لي بصوته وهو طالع بالعافية: خلي بالك من نفسك يا نائل، خلي بالك من نفسك. خلص كلامه وسكت، غمض عينه للأبد، وللمرة التانية أخسر حد مهم في حياتي من بعد أمي، ودلوقتي بقيت لوحدي. يوميا بس قررت إن أنا هكمل مشوار أبويا اللي بدأه، بس المرة دي مش لهدف الشهرة ولا الفلوس، إنما للهدف إن أنا أنتقم من قزح. كان لازم أطفي النار اللي جوايا وأنتقم لأبويا اللي راح غدر. أنا عارف إن أبويا مش راجل شريف ولا هو أحسن حد في الدنيا، بس محدش فينا بيختار أهله، مش كده؟ ولا أنا ولا أنت عندنا حرية الاختيار لأهالينا، وكل حاجة حصلت في حياتي لحد دلوقتي ما كانش عندي حرية الاختيار فيها، بس المرة دي أنا اللي هختار كل اللي جاي في حياتي. الناس بدأت إنها تعزيني في والدي، وخلصوا 3 أيام العزا، بس وأنا في العزا وواقف وسط الناس لقيت واحد غريب جاي يعزيني. ما استغربتش في البداية، كده معظم الناس أنا معرفهمش، لكن الشخص ده قرب مني وقال لي بهمس: لو عاوز تكمل طريق ابوك الله يرحمه كلمني. مد ايده في جيبي وحط لي الكارت فيه ارقامه. ايوه، بس انت مين؟ وطريق ايه اللي بتتكلم عنه؟ انا عارف حاجات كتير انت ما تعرفهاش يا نائل، لو عاوز تعرف كلمني وانا متأكد انك انت هتكلمني. خلص كلامه معايا ومشي على طول، او يمكن اختفى فجأة زي ما ظهوره اللي كان فجأة. ومع اخر يوم عزا الناس كلها مشيت، ورجعت لوحدي من تاني، ونسيت وقتها الراجل اللي جالي اصلا. فضلت قاعد في البيت شهر، لا بخرج ولا بشوف اي حد، وكنت عايش شبه الميت. وطول الفترة دي بفكر انا ازاي هدخل السكة دي وانتقم من قزح، لحد ما جت فكرة في دماغي، وهي ان انا اكلم مسعد. خليني اعرفكم سريعا من مسعد ده كان المساعد بتاع ابويا قبل ما انا اجي واشتغل معاه، زي ما بتقولوا كده كان دراعه اليمين، وكنت دايما اسمع من والدي ان هو لسه بيكلمه وعلى تواصل معاه. خلاص لازم اكلمه، وهكلمه فعلا. دخلت اوضته وبدأت ادور في حاجاته الشخصية. كان عنده اجندة صغيرة كده فيها ارقام ناس كتير، وقلت اكيد هتلاقي رقم مسعد. وبعد بحث كتير لقيتها، وفعلا لقيت فيها رقم مسعد حربي. كتبت الرقم عندي واتصلت عليه، وفي البداية مسعد مردش عليا، بس قلت مش مشكلة شوية وهبقى اتصل عليه تاني. سبت الفون في الأوضة وخرجت برا عشان أجهز أكل ليا. وأنا واقف في المطبخ حسيت بأنفاس حر من ورايا، زي ما يكون حد واقف ورايا. نزلت راسي تحت كده وبصيت، شفت رجل أشبه برجول الحيوانات،
كانت رجلين كلها شعر اسود كثيف. منظر كان مخيف بالنسبة لي. مسكت السكينة اللي كانت قدامي ولفيت بسرعة وانا بترعش من الخوف، بس ما لقيتش اي حد. بعدين بقى دي تهيؤات ولا انا اتجننت ولا ده ايه بالظبط؟ حاولت مشغلش بالي وقلت بلاش بقى ركز احسن، وده مجرد تجهيزات بسبب الاحداث اللي حصلت لي اخر فترة. وبعد شوية سمعت صوت موبايلي بيرن. رحت بسرعة اشوف مين، فلقيته رقم مسعد. الو مسعد. ايوه، انت مين؟ انا نائل صالح، ابن الشيخ صالح اللي اشتغلت معاه. ياه، معقول نائل؟ بس ايه اللي فكرك بيا بعد كل ده؟ واخبار ابوك ايه؟ شكله ما كانش يعرف اي حاجة عن اللي حصل لابويا، بس انا متأكد ان مسعد هو اللي هيساعدني. ابويا تعيش انت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حصل امتى وازاي؟ ده حكاية طويلة، خليني احكي لك عليها بعدين. المهم انا محتاج اشوفك وبأسرع وقت يا مسعد. بس كده؟ خير، في حاجة؟ عايزك في موضوع مهم ومش نافع يتأجل. طيب انا كده كده نازل البلد كمان يومين، اول لما اوصل هكلمك ونتقابل على طول. خلصنا كلام واتفقنا اننا هنتقابل كمان يومين. بدأت اشوف الحاجات اللي كانت في الأوضة بتاعت والدي، واللي كانت عبارة عن شوية كتب غريبة، غالبا كده كتب سحر، كتب تانية كتير من نفس النوعية. ومش هخبي عليكم، بس برغم كل الشجاعة اللي جوايا بس خفت. ايوه خفت اقرا اي حاجة من الكتب دي. ما انا مش ضامن هيحصل لي ايه اكتر من اللي انا فيه ده. بس خدت الكتب وحطيتهم في اوضتي وخليتهم قدامي على المكتب. حسيت ان ممكن استخدمهم فيما بعد. وعدى يومين بالظبط ولقيت مسعد بيكلمني. الو، ايوه يا نائل. اهلا يا مسعد. انا لسه واصل البلد من ساعة كده، تحب نتقابل امتى؟ دلوقتي لو ينفع. تمام، اجهز وتعالى قابلني على القهوة اللي على ناصية الشارع عندنا، يلا. اتفقنا، استناني هناك وانا جاي على طول. لبست وجهزت ونزلت عشان اقابل مسعد. من جوايا بسأل نفسي هو انا عاوز مسعد في ايه؟ طب ازاي هطلب منه يساعدني؟ اسئلة كتير بتدور في بالي ومش عارف اجابتها، بس كل اللي اعرفه ان انا عاوز انتقم من قزح ده اللي قتل ابويا وغدر بيه. بعد نص ساعة وصلت عند القهوة ولقيت مسعد قاعد مستنيني، وقعدنا وبدأنا نتكلم، وحكيت له كل اللي حصل وازاي قزح غدر بوالدي وقتله قدام عينيا. مسعد انا عايزك تساعدني. اللي انت عاوزه ده مستحيل، انت لا قد قزح ولا اللي زيه. احسن لك يا ابني ترجع عن اللي في دماغك ده وتعمل بوصية ابوك الله يرحمه وتبعد عن السكة دي خالص. طب شوف يا مسعد، سواء ساعدتني او لا انا هعمل اللي في دماغي. انت فاهم يعني ايه عايز تنتقم من ملك من ملوك الجن؟ مستوعب اللي بتقوله؟ انا هتعلم كل حاجة من الكتب اللي لقيتها عند ابويا، وخرجت اشتغل مكانه كمان بنفس الطريقة. طب شوف يا نائل، انا عندي استعداد ان انا اساعدك بس بشرط واحد، تسمع كلامي في كل كلمة هقولها لك، واللي انا اقوله هيتنفذ، مفهوم؟ وانا من ايدك دي لايدك دي، المهم تساعدني انتقم من قزح. لا ما هو الموضوع انك تنتقم من قزح دلوقتي لا، امر صعب. انت لازم تستمد القوة الاول ويبقى عندك علم بكل حاجة في العالم اللي انت داخل عليه ده، ولما تبقى جاهز هقولك تعمل ايه مع قزح. انا عارف اللي انا داخل عليه ده مش سهل،
وعارف انها السكة اللي بيروح ما بيرجعش، زي ما قال ابويا قبل ما يموت. ويمكن تبقى نهايتي مع بداية الطريق ده، بس برغم كل ده انا هكمل. خلصنا كلام انا ومسعد واتفقنا ان انا لازم اتعلم كل حاجة الاول، وبعدين نشوف هننتقم من قزح ازاي. قبل ما نقوم حطيت ايدي في جيب الجاكيت علشان اطلع فلوس احاسب، ولفت نظري كارت كان موجود في جيبي. في الاول ما افتكرتش الكارت ده بتاع مين، بس بعدين قدرت افتكر. ايوه، ده الكارت بتاع الراجل الغريب اللي جالي في العزا. بصيت لمسعد كده وحكيت له على كل اللي حصل من الراجل الغريب ده. مسعد مسك الكارت كده، ومجرد ما قرا الاسم بتاع الراجل اللي عليه اتفزع. بدأت اسأله في ايه يا مسعد؟ في حالة غريبة كده، مش قادر تغييرها، لدرجة ان هو كان بيكلم نفسه. معقول؟ طب ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. شوف يا نائل، انا مش عارف ليه الراجل ده اختارك انت بالذات، بس كل اللي اعرفه ان ده مفتاح المتاهة اللي انت فيها. مفتاح المتاهة؟ بقولك ايه، كلمني عدل وبلاش الطريقة اللي كلها الغاز دي. ها يلا كمل طريقك دلوقتي وابدأ اتعلم كل حاجة عشان ترجع تشتغل مكان ابوك، ولما تبقى جاهز انا هقولك نعمل ايه، بس خلي الكارت ده معايا دلوقتي. وخلصت مقابلتنا على كده ومشيت. مشيت وانا جوايا مليون علامة استفهام، ومش عارف اوصل لحلول لكل الاسئلة اللي بتدور في دماغي. بس ما كانش عندي حل تاني غير ان انا اسمع كلام مسعد واثق فيه. المهم روحت البيت وطلعت كل الكتب اللي كانت عند ابويا في اوضته. كانت كتب ما تتعدش، وبدأت اقرا واقرا لدرجة ان انا ما حسيتش بنفسي، وبقينا في نص الليل. فضلت شهور كتير على الحال ده، كل يوم بتعلم حاجات جديدة، وخليت مسعد يجيب لي كتب تانية علشان اتعلم حاجات اكتر عن السحر والعالم التاني. بس طبعا يومي ما كانش بيعدي عادي كده، لا، ما انا برضو مش بقرا كتب في الطبيخ، دي كتب سحر وكلها جن وعفاريت. طول الوقت كنت بشوف خيالات وكيانات غريبة، ومش عارف دول يعني من فصيلة ايه. جسمهم كله شعر كثيف واسود، كانوا اشبه بالحيوانات. وبعد ما لقيت نفسي جاهز ومستعد، بدأت اشتغل مكان والدي من تاني، ورحت فتحت المكان اللي كنا شغالين فيه. المكان كان متبهدل خالص لانه مقفول بقاله كتير جدا. هو صحيح خد مني وقت ومجهود كبير، بس المهم خلص على خير. ومن اللحظة دي بدأت الشغل من تاني، وطبعا كل ده كان بمساعدة مسعد اللي ما سابنيش لحظة واحدة. في البداية الناس اللي كانت بتيجي مش كتير، بس مع الوقت العدد كان بيزيد بطريقة ما تتوصفش. كمية الناس اللي كانت بتيجي أكتر من اللي كنت بشوفها وأنا شغال مع والدي. كل يوم قوتي كانت بتزيد أكتر من اللي قبلها، بقيت أقوى حتى من أبويا. ومش هخبي عليكم، أنا كنت مبسوط بالقوة اللي وصلت ليها والسيطرة على الناس طول الوقت. وفي يوم خلصنا شغل حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، ولقيت مسعد داخل عليا وبيقول لي دلوقتي بس اقدر اقولك اننا بقينا جاهزين ننتقم من قزح. انت بتتكلم بجد يا مسعد؟ وانا من امتى بهزر في الحاجات دي؟ انت دلوقتي بقيت اقوى من الاول كتير، وتقدر تقف قدام قزح. طب خطتك؟ قول لي خطتك ايه علشان نعمل ده فورا. فكرة انك انت تقف قدام قزح دي حاجة سهلة مش صعبة، خاصة ان انت ما بقيتش لوحدك دلوقتي، والخدام اللي معاك اقوى من قزح كتير ويقدروا يحموك. بس عندنا مشكلة واحدة. خير، مشكلة ايه؟ علشان تقدر تسيطر عليه لازم ده يتم في مملكته، بس من الصعب انك انت تقدر تدخل البيت. بس اكيد انت عندك حل مش كده؟ فاكر الكارت اللي خدته منك من فترة؟ ايوه طبعا فاكره.
بص يا سيدي، اللي ادالك الكارت ده خادم من خدام بنت من بنات ابليس اسمها زيتونة. من سنين بالظبط زيتونة دي كانت شغالة مع قزح، على الرغم من انها كانت اقوى منه كتير، بس هو غدر بيها، وبأمر من كبار ملوك الجان عمل طقوس وسحب منها كل القوة اللي بتمتلكها، ومن وقتها وهي ضعيفة جدا، يا دوب اخرها تعمل حاجات بسيطة من اللي بيعملها اي جني ولا دجال. بس حسب اللي سمعته ان زيتونة تقدر تستمد قوتها تاني لو وقفت قدام قزح وانتقمت منه داخل مملكته، وطبعا هي ما عندهاش القدرة اللي تخليها تدخل بيته. لكن لو في شخص عنده نفس الهدف وهو الانتقام من قزح، هي ممكن تدخل بمساعدة الشخص ده، وكمان يقدروا يدخلوا هما الاتنين من غير ما حد يحس بيهم. انت قصدك اننا نتفق مع الزيتونة دي وننتقم من قزح سوا؟ بالظبط، هو ده الحل الوحيد، وعشان كده هي بعتت لك الراجل ده يديلك الكارت بتاعه، لانها كانت متأكدة انك انت مش هتسيب حق ابوك يضيع وهترجع تنتقم من قزح، وانت بالنسبة لها طوق النجاة اللي هي مستنياه من سنين، لان الكل كان بيخاف ان هو يقرب منه، بس الوحيد اللي عنده الشجاعة ينتقم هو انت. بدأنا نحط الخطة بالفعل، وقابلنا زيتونة اللي كان باين عليها قد ايه هي بتكره قزح وعايزة تنتقم منه. وجي اليوم اللي استنيته كتير. جهزنا ورتبنا هنعمل ايه بالظبط، واتجهنا ناحية بيت قزح، وبشوية تعاويذ وطقوس قدرنا ندخل البيت. ودلوقتي احنا واقفين قدامه، ايوه قدام بيت قزح اللي قتل ابويا. الغريب ان هو اترعب اول لما شاف الزيتونة اللي كانت واقفة قدامه بكل قوة وشجاعة. بدأت تقرا عليه تعويذة خلته يصرخ من الألم، ووقع في الأرض زي ما يكون في حد بيضربه، وزيتونة كانت بتضحك بهستيريا وهو بيتألم. وبعدها جه دوري ان انا انتقم منه. طلعت السكينة ودبتها في قلبه زي ما عمل في ابويا. شفت في عينه نفس النظرة اللي كانت في عين ابويا وهو بيترجاه يرحمه وما يقتلهوش. وبكده اقدر اقول لكم ان انا انتقمت من قزح وقضيت عليه للابد وبقيت اقوى من الاول. تفتكروا انا وقفت على كده؟ لا، انا استمريت في الشغل. تقدر تقول كده حبيت الموضوع، بس للاسف مفيش شر بيدوم. وبعد شهر بالظبط من موت قزح غلطت نفس غلطة ابويا واشتغلت بمزاجي، وكل الخدام اللي كانوا معايا تخلوا عني. الطمع والجشع غلبني، وكنت عاوز اوصل لكل حاجة. بس اللي حصل بعد كده ان انا اتقبض عليا. مش عارف مين اللي بلغ عني، بس اهو في الاخر انا اتقبض عليا. بحكي الكلام ده من اوضتي اللي في السجن، بس برغم كل ده ان انا حققت بدخول السجن شهرة ما حققتهاش وانا شغال طول السنين دي. وكل الصحفيين والمذيعين بقوا يجروا ورايا علشان احكي لهم قصتي، لحد ما جالي واحد منهم اسمه احمد عبد الكريم، وقال ان هو يذيع حكايتي على القناة بتاعته، وبكده انا هبقى وصلت للشهرة اللي كان نفسي فيها، والكل يسمع حكايتي، حكاية الدجال. ودي كانت اعترافات دجال وبس. هي دي الحكاية.